انا واحد الانسانه اللي كيعجبني راسي بزاف، ونأكدها لك. نوض معايا عند مولات الصالون تسولها شنو كنقول لها دائما، كنقول لها انا واحد الانسانه اللي كيعجبني راسي وكيعجبني وجهي. انا واحد الانسانه اللي ما كديرش الماكياج، ما كنديرش البومادات، ما كندير حتى شي حاجه حيت وجهي زوين. علاش غنوض غنخسروا على واحد مثلا؟ شنو غنستافد؟ الفلوس ما باغاهمش. الحبس باش غيفيدني حبسه، غيزيد ليا في العمر. ما يمكنش انا غنوض نظلم واحد الانسان ما عندي لا بيدي لا برجلي، ما داير معايا والو، ما عندي معاه مشكل، ما لا يعقل. راه بنادم حمق في الزنقه تقول لواحد الانسان ضربت وجهها يقول لك لا يعقل. حيت النفسيه عندي مريضه بزاف، ومبقيتش نقدر نعس، مبقيتش ناكل بتاتا، وليت عايشه غير بالماء. صحتي غدا وكتهبط، تعافيت بزاف. لا اله الا الله، الله ياخذ الحق. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي انا بريس الاوفياء. بلا شك انكم ما عرفتوش شكون في الجانب ديالي. خديجه اللي القضيه ديالها هزات الراي العام في هذه الاونه الاخيره، او بالاحرى في هذا الاسبوع الاخير. خديجه بنت القنيطره، وشنو وقع عليها في نواحي القنيطره دار القداري بالضبط. من بعد خديجه ما خرجتش معنا، وخرجت اعلاميا في خرجات كثر. كيف ما كتعرفي ان الكثير من التعاليق يعني اللي جينا على قبلهم باش توضحيها خديجه، منهم المساله ديال القصاره وكنتي مقصره وما الى ذلك. هذاك الشيء علاش رجعنا اليوم مع خديجه، وعلاش رجعنا عندك باش انك توضحي لنا هذه الامور هذه. غنخليك منك للراي العام. نبداو بهذه القضيه هذه ديال القصاره. شنو تقولي للناس اللي قالوا ان خديجه كانت مقصره ديك الليله؟ تفضل. وما تظلمونيش وما تحكموش عليا، حيت حتى شي واحد ما كيعيش ظروفي، وحتى شي واحد ما عايش معايا، وحتى شي واحد ما كان معنا في ديك الليله. واش انا غادا قصاره او لا غادا خدامه؟ حتى شي واحد ما كان معنا في ديك الليله. حقا انا كنت غادا خدامه صح، ماشي زعما تنكذب، وعندي شهود وعندي اوديوات بيني وبين الكوامانجي على خدمه. وفعلا السيد الكوامانجي راه خدم ديك الخدمه اللي كنا نخدموها، راه خدمها ومازال عنده اللايف بالنهار وبالتاريخ وبالوقت، ما عادش خدم ديك الخدمه. يعني انا واحد الانسان اللي ما كتقصرش. انا كون بغيت نقصر ما غاديش نمشي حتى لدار القداري باش نقصر. انا عندي بامكاني نقصر هنا في قنيطره، بامكاني نمشي للمهديه. ونزيد واحد المعلومه اخرى، انني انا خدامه سربايه وسط الرجال. يعني الا بغيت نقصر غنقصر هنا في قنيطره. يعني كل نهار غنمشي مع واحد في الزبائن ديالي ديال القهوه. انا ما عنديش مع داك الشيء. وانا الحمد لله خدمتي اللي كنت خدامه فيها سربايه كنت كنخدم العشيات، ما كنتش كنخدم كاع الصباحات. انا من القهوه هضرت معاه قلت له عطيني العشيات. الصباح صنصبح ناعسه، وفي العشيه كنخدم العشيه كامله، كنسالي مع الليل كنطلع بحالي للدار. يعني ما كيبقاش ليا الوقت فين غنقصر او لا غندير شي حاجه. والله ياخذ فيكم الحق. لك كتقولوا انا مشيت نقصر، الله راه كبير وكيشوف كل شيء بعينيه. حنا كنا 4 ديال الناس. كنت انا، كان هذاك اللي ضربني، وكان عبد العزيز كوامانجي، وكانت البنت منى. حنا اللي كنا 4. كان جا واحد الراجل ما كنعرفوش، عيط له يوسف، قال له جيب لي الكارو وانا بغيت شيشه وسينيال. يوسف اللي ضربني عيط له قال له جيب لي شيشه وسينيال الكارو، وقلت لي انا قول لي جيب لي شيشه وسينيال. جا فعلا جاب لينا الكارو، وجاب جاب الشيشه وما جاب السينيال. دخل ماشي شقوفه تما، بقى جالس، بقى فيا بحكم حالته مسكين، الله يحسن العوان. حنا قال لك ما في هذا الوقت الدرويش ما كيحسب الدرويش اللي بحاله. دورت معاه في سبيل الله، وعاودنا جا واحد مالي الكرويله، عيط لهم يوسف باش يجيبوا له الشراب. جاو وخرج اللي كانوا خارجين غاديين يجيبوا الشراب، مشى معاهم هذا السيد اللي كيقولوا ما انه شاهد. هي فاش لقيتها تقربلات وتضربت، جاو لقاوني انا مضروب. يعني باش تمشي مضروبه ما كانش لا ما كانش كاع. شكون اللي كانوا كيضربوا؟ كنت انا ومنى وعبد العزيز كوامانجي ويوسف اللي ضربني. يعني غير هاد الناس حنا 4 اللي كنا. السيد اللي ضرب واش ضربك بالشعر او لا؟ في الاول فاش ضربني السيد راه برد، بحال تنادم معاه الحال تمتم، بحال صافي السيد فاق. وداني للسبيطار، باقي على كلام يعني، ماشي داني للسبيطار بموطور 2 روايط. عيط واحد السيد عنده موطور، داني للسبيطار موطور 2 روايط. ما قبلونيش السبيطار دار القداري. قلت له بغيت نمشي لسبيطار الغابه، ضروري خصني نمشي. عيط للسيد غيجي يهزنا كاملين يدينا، وانا غنوقف معاك، وانا غنخيط لك، وانا نبقى نهز لك ولادك، وانا الى اخره. المهم راجع انا وياه، رجع لي راجع انا وياه الفيرما، راجعه وما تيقاش. صافي الثقه ما بقاتش عندي. هربت وتخبيت، وصيفت اوديو لصاحبتي وقلت لها عتقيني، ومازال عندي هذا الاوديو بالنهار وبالتاريخ وبالوقت وبكل شيء. قلت لها عتقيني، راه واحد خسرني من وجهي، عتقيني
مازال عندي كلشي، ومازال ان شاء الله هادشي غندلو في المحكمه. وموراها عاوتاني صافي لقاوني الدراري، لقاني عبد العزيز ورجعت الفيرما هي باش كملنا تما، ومشينا عيط للسيد مو ترونسبور وجهزنا. وبغيت نجاوب على واحد السؤال كيقول لك بانني انا علاش ما ديكلاريتش في نيميرو 9 في السبيطار وفي شي كامل المعلومات. هذاك السيد اللي ما عرفتك اخويا واش خوه اولا عمو اولا ما عرفتش كيجيك. المهم انا بغيت نقول لك واحد النصيحه اخويا، واخا انت ما تستاهلش تكون خويا. بغيت نقول لك واش كنتي حاضر معانا، واش كنتي عارف شنو واقع في ديك الليله، ولا صافي حيت كيجيك كتجي منه بنادم يجي من الحق. حسبني انا حمقى وانت بعقلك. واخا نقولوا انا علاش ما ديكلاريتش، انا فاش وصلت نيميرو 9 كانت معايا السيده والسيد عبد العزيز، كان شاد خدمه يعني كان شاد العربون. ما يمكنش غيلغي عرس الناس غيخسروا في لحمهم في دجاجهم في الناس اللي عارضين عليهم في كل شيء على ود كوامانجي. قال لي عافاك خديجه، وهو يعني هو سولو يصرح بهذه الهضره، عافاك خديجه ما تهضريش في نيميرو 9 راه غيشدونا ويدونا يومين الجيور بحال السكر، الله يسهل عليك وانا عندي الخدمه غدا. ما يمكنش قاولت الناس شاد العربون نخوي بهم. قدرتو ما هضرتش نيميرو 9. ولكن فاش مشيت للسبيطار انا دخلت نخيط، هذاك فاعل الخير اللي كنقول عليه فاعل الخير مشى الريسبسيون ديال السبيطار عطاهم سميتي وكنيتي، وهز السيد اللي كان في الريسبسيون هز الفيكس وعيط للبوليس. بغيت نقول لهم الا قدرتوا نتوما تضربوا وجهكم حتى انا راه ضربت وجهي، الا نتوما قديتوا ضربوا وجهكم حتى انا راه ضربت وجهي، ونفترض انا ضربت وجهي ما نحفروش كاع ديك الحفرات، ما غنديرش هاد الضرب. مالي انا ما عندي كبده، مالي ماشي انسان. غالطين والله حتى غالطين. ديما الانسان ما يبغي يقول شي حاجه يقول الله اعلم، ما كناش حاضرين معاهم، ما تعرفش شكون الظالم شكون المظلوم، والقانون راه غيبين الحمد لله شكون الظالم شكون المظلوم. لا ما كضرني حتى شي تعليق الحمد لله. علاش؟ حيت ثايقه في راسي وعارفه راسي شنو كاين، يعني عارفه حقيقتي غادي تبان، وكاع دوك اللي كيخرجوا بتعاليق خايبين غادي يطلبوا السماحه ان شاء الله في كومونتيرات. اين هو فيهم؟ هذاك السيد غنقول لك بعد اول كلمه غنقول لك الله ياخذ فيك الحق وما نسمحش لك، ولا سمحوا لك ربي راه انا مسامحه لك، حيتاش انت كتقول شي هضره ما عندها لا معنى، لا ما كنتيش حاضر، كتقول شي حوايج بحال هو خرج في واحد التصريح قال لهم يوسف هو الشخص اللي ضربني، قال لهم انه هو الوحيد اللي كان ساحي. عاوتاني خرج تصريح اخر منين قال له السيد الصحفي قال له اللي ضرب الصرفيقه يقدر يدير اي حاجه، قال له واش شرب هذاك، يعني غير زكي في كلمه واحده واش كان سكران ولا ما كان سكران. وملي كنقولوا هو ما ضربنيش، دابا حنا كنقولوا كنجاوبوا غير على الهضره ديالكم. ملي هو ما ضربنيش ما قدش انه يمشي يعلم لا بريكاد في ديك الليل انه بحكم كان سكران خاف يضرب يومين تجيور. لا غد في الصباح فاش فاق علاش ما مشاش دار عند لا بريكاد وقال لهم ها شنو واقع. ملي انا غنمشي في الليل انني غنديكلاري غنلقى قدامي شكايه ديال السيد يوسف بانه راه هاز يدو من هاد التهمه اللي غتحط عليه. يعني نقول لكم واحد الحاجه، ما عمركم تحكموا على الانسان. راه هادشي علاش انا معقده من وجهي، حيت كنحكموا على الانسان بلا ما نسمعوه له شنو غايقول. ما عمركم تحكموا على الانسان، ديما الانسان يقول الله اعلم، ديما الانسان يقول ما عرفتش ما كنتش معاهم ما نقدرش نحكم، تديو التقليد على كشافكم. ديما شوف انا الحمد لله تايقه في القانون، وتايقه 100% في القانون، وعارفه ان شاء الله غناخذ حقي وغتبين الحقيقه ديالي. غير واحد النقطه اللي السيد لقيتي اللي ضرب واش كان في الوعي ديالو؟ لا خارج الوعي ديالو، كاش في الوعي ديالو. خويا نقول لك واحد الحاجه بعدا، اول حاجه غنبغي نقولها اللي تشفيت بلا، واللي عنده البنات ما عمرو يهضر في البنات، وديك الخدمه ماشي عيب، ديك الخدمه ماشي عيب. الناس القدام ديالنا كانت الشيخه ليها همه وشان، انا كنقول اللهم شيخه كنعرق فيها وكنجيبها حلال ولا نمشي ندير حوايج اخرين. يعني انا ماشي لخاطري انني مشيت لديك الدومين، ولكن انا هو داك الدومين تنساعد به، على الاقل تنعاون به كرايه وتنعاون به وكنخدم. يعني انا دايره 4 الخدمات يلا شويه كنجيبها مع الوقت، واخا انا حارمه وليداتي من شحال من حاجه، ولكن 4 الخدمات خدامه بارمانه سربايه وميناج خدامه شيخه يلا شويه كتجيبها مع الوقت. وماشي نقول لك زعما انايا اول مره غنمشي نخدم شيخه او لا، خدمت وكنبغي نوجه تحيه للكوامانجيه اللي خدمت معاهم والناس اللي خدمت معاهم. خدمت سوق الارباع
ما كاين ما خطر من سوق الاربع. خدمت في سوق الحد، ما كاين ما خطر من سوق الحد. خدمت بين الرامي، خدمت في القصبه، خدمت في بزاف د البلايص، ما عمر هادشي وقع لي. كاينين في الصيف الناس اللي كيقول لك لا ما كايناش شي شيخه كتمشي تبات والله غد عاد كتكون عندها الخدمه، هذا فكر غلط. كاين في الصيف بعدا في الوقت الخدمه ديال بصح كتصدع غير كتجلسي بعض المرات 15 يوم مع الكوامانجي وكتكونوا كاريين دار، حيتاش كتكون عندك الخدمه بالنهار وبالليل وبالنهار وبالليل، ما يمكنش لك، ما يبقاش لك الوقت باش ترجعي لدارك وتعاودي تمشي. وبحكم انا ساكنه بعيده على الكوامانجيه، انا كنخدم مع الكوامانجيه ديال الغرب كاملين، كنخدم مع موالين سيدي يحيى، كنخدم مع ديال التازي، كنخدم مع ديال سوق تلات، كنخدم مع سوق الاربع. اي كوامانجي كيعيط ليا كنمشي نخدم معاه. الغرباوي اول مره. الغرباوي صراحه انا ما كنتش كنعرفو، ما كانش كيعرفني. الغرباوي انا دخلت عنده، تفرجت في فيديو، طلع لي واحد الفيديو ديالو، دخلت عنده كان تيشبه لي الصوت ديالو المنصوري، دخلت عنده هضرت معاه، قلت له خويا انا راه نغته هي الهاوس ديالنا هي شيخه، قلت له خويا بغيت نخدم وعندي وليدات وعندي هذا، بحكم ما عاودت له ظروفي بقيت فيه. سولته واش كيجيه المنصوري، قلت له الصوت ديالك بحال المنصوري، قال لي راه عمي. انا الغرباوي كنت غادي نخدم مع ديك الوقيته، غير واحد الوقيته دايره غنخدم معاه باغا نطلونسا لعمو، حيت عمو كيشد اعراس هو كبار فهمتي معروف. كنت باغا نخدم مع داك الغرباوي عي باش نطلونسا عند عمو، يعني نولي شويه طالعه شويه عندي الخدمه شويه فهمتي فيها ثمن كثير. فعلا طلبته، قلت له الله يسهل عليك، شوف الا كانت عندك شي خدمه عيط لي. قال لي انا راه عندي البنات ديالي مربعين معايا، يعني ما عنديش كي غندير لك. بقيت تنطلب فيه، قال لي واش انت بوحدك، راه خاصك ضروري تكون معك شي وحده، ما يمكنش انا نجيبك انت وعاد نبقى نقلب على شيخه اخرى. قلت له كاينه معايا صاحبتي حتى هي، كيكونوا على حساب مول العرس شنو كيبغي، كاين اللي كيطلب ثلاثه، كاين اللي كيطلب اربعه، فهمتي على حساب مول يعني ما خصكش تكون وحده، خاص ضروري على الاقل يكونوا جوج. صافي فعلا فاش كانت عنده هذه الخدمه هذه عيط ليا قال لي فلانه راه شديتي واحد الخدمه، يلاه دبري على راساتك، جيبي معاك صاحبتك ويلا تقي على راسك وعلى وليداتك. داكشي اللي كان اخويا. لا تنسوا متابعتنا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.